هو انا ممكن اقدم ايه جديد؟ وده لان في ناس كتير عملت حلقات عن الفيلم وتقريبا اتكلموا عن كل حاجه فيه، لكن وبعد تاجيل كتير قررت اني ابدا في عمل حلقه عن الفيلم. هتقول لي طب ما انت قلت ان كل محللي الافلام تقريبا اتكلموا عن كل حاجه، بس انا برضه هقول لك ان حلقه النهارده هتخليك تمسح كل اللي شفته قبل كده، وهتخليك تنسى اي تحليل لفيلم الجوكر من دماغك، لان حلقه النهارده بتتناول الفيلم من منظور جديد تماما. فمع مراجعه الفيلم الرائع فيلم الجوكر، وهو من تمثيل الممثل العبقري خواكين فينيكس، بتبدا الحكايه مع ارثر اللي شغال مهرج في الشوارع واللي عايش مع امه المريضه بالرغم من سنه الكبير. ارثر كان بيتعرض لمضايقات كتير من المحيطين بيه، وده بسبب انه كان مريض نفسي، ده بالاضافه انه كان عنده حاله مرضيه بتخليه يعبر عن كل مشاعره بالضحك، سواء كانت المشاعر دي مشاعر حزن او فرح او حتى مشاعر غضب. كل المشاعر دي كانت طريقه التعبير الوحيده لارثر ليها هو الضحك الهستيري، وده خلى ارثر يعيش منعزل اكتر عن العالم وخلاه مضطهد تقريبا من كل الناس المحيطين بيه. ارثر كان ابن غير شرعي لاب مش عاوز يعترف بيه، وده خلى المرض النفسي يكبر عنده اكتر ويتحكم فيه وفي تصرفاته وفي نظره الناس ليه بشكل كبير، وخلته ينعزل تقريبا عن الناس ويبعد عنهم. لكن الناس ما سابتش ارثر في حاله، وفي مره من المرات وهو في المترو بعض الناس تعرضوا ليه بالضرب والاهانه، وده خلاه يدافع عن نفسه. لكن الاهم من ده ان الحادثه دي كانت اول خطوه في تحرير الوحش اللي موجود جوه ارثر، وبدل ما كان ارثر هيصبح الجوكر. ارثر كان ضعيف، لكن الجوكر قوي وهينتقم من كل اذوه. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ الغريب في شخصيه الجوكر انها ما كانش مرسوم ليها في الاساس انها تبقى شخصيه مهمه في عالم دي سي، ولا انها حتى تبقى بالقيمه ديت، وكان مجرد ظهورها لخلق شخصيه شريره مؤقته لمواجهه البطل باتمان، وكان مقدر ليها في تاني ظهور بعد اول ظهور ليها عام 1940 انها تموت. لكن تم تغيير الفكره واصبح الجوكر هو اكثر شخصيات عالم دي سي شرا ودمويه، واصبح العدو اللدود والابدي للبطل باتمان. وشخصيه الجوكر برضه كانت شخصيه شريره مسطحه وثابته بدون اي عمق او خلفيه، غير انها شخصيه مجنونه ومهووسه بالقتل، بالاضافه لمظهرها الغريب. وهنلاحظ ده حتى في بدايات ظهور شخصيه الجوكر في السينما مع سيزر روميو، اول جوكر في تاريخ السينما، واللي ظهر في فيلم باتمان سنه 66. وكان شخصيه الجوكر في وقتها على شاشات السينما مش واخده الشكل اللي بنشوفها فيه دلوقتي، وكانت اقرب للمهرج منها للشخصيه الشريره الحقيقيه، وما كانش ظاهر فيها الجانب المظلم والشرير اللي شفناه بعد كده في فيلم باتمان سنه 89، واللي كان فيه نقله نوعيه كبيره لشخصيه الجوكر على شاشات السينما. وده حصل بعد الاداء المبهر لعمنا جاك نيكلسون، واللي اضاف عمق كبير جدا لشخصيه الجوكر واضاف ليها بعد سايكوباتي خطير للشخصيه. بعد كده ظل جاك نيكلسون متربع على عرش الممثلين اللي عملوا شخصيه الجوكر، وده طبعا لحد ظهور هيث ليدجر في رائعه نولان ذا دارك نايت. هيث ليدجر خلى شخصيه الجوكر شخصيه اكثر ظلاما وسوداويه وعمقا من اي شخصيه للجوكر تم طرحها في السينما قبل كده، واضاف بعد نفسي قوي جدا للشخصيه، بالاضافه للبعد النفسي اللي اضافه جاك نيكلسون قبل كده، وحوله من شخصيه مجنونه وشريره هدفها فقط القتل والتدمير وهدفها الاساسي هو القضاء على باتمان، او من شخصيه ممكن نعتبرها جزء من عالم دي سي هدفها الاساسي انها تبقى عدو لباتمان كنوع من محاوله خلق حاله من الصراع الابدي ما بين الخير والشر، الى شخصيه مستقله تماما ليها ابعادها النفسيه والاجتماعيه واللي خلت ناس كتير تتاثر بيها وتتعاطف معاها. فالجوكر تحول من شخصيه تابعه لباتمان لشخصيه مستقله تماما، شخصيه ليها كيانها المستقل. بعد كده ظهرت شخصيه الجوكر ظهور ضعيف جدا في فيلم سويسايد سكواد من خلال الممثل جاريد ليتو، لحد ما وصلنا لقمه النضج لشخصيه الجوكر في فيلم جوكر، واللي هو موضوع حلقتنا النهارده. فيلم الجوكر تناول شخصيه الجوكر في جزئيه لم يتناولها اي من صناع السينما او الكوميكس منذ نشأة الشخصيه عام 1940، والنقطه اللي تناولها منها الفيلم هو كيف اصبح الجوكر الجوكر اللي كلنا نعرفه، او بشكل ادق فهو تناول الفتره ما قبل شخصيه الجوكر ورصد رحله تحوله من ارثر الى الجوكر. قبل كده في بدايه طرح الشخصيه ما كانش للشخصيه دي اي ماضي، وما كانش تقريبا حد يعرف اي تفاصيل تخص نشأة الشخصيه، وكان في بعض التكهنات بسبب تحول الشخصيه للشكل ده. فكان في اعتقاد ان الجوكر تحول للشخص ده بسبب سقوطه في وعاء كبير مليء بالمواد الكيميائيه، واللي كانت السبب في الشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وان سبب الضحكه المرسومه على وشه هو مرض في الاعصاب. لكن فيلم الجوكر من بطوله خواكين فينيكس تناول الشخصيه في الفتره ما قبل التحول لشخصيه الجوكر، لان من الطبيعي ان شخصيه الجوكر لم تظهر من العدم، وانها اكيد شخصيه ليها ماضي وتاريخ. واظن من الظلم ان شخصيه زي شخصيه الجوكر ما يبقاش ليها ماضي وقصه يضيف ليها عمق. فزي ما احنا عارفين ان باتمان هو الملياردير بروس وين، وزي ما عرفنا برضو ان سوبرمان هو الصحفي كلارك كينت القادم من كوكب كريبتون، ففيلم الجوكر خلانا نتعرف على ارثر فليك احد المواطنين المهمشين في مدينه جوثام سيتي. فيلم جوكر بقى انا بعتبره من اخطر الافلام اللي ممكن تشوفها لكذا سبب، وبعتبره هو اعظم الافلام
اللي تناولت شخصيه الجوكر على الاطلاق، وحولت الموضوع من تناول الصراع من خلال اطروحه صراع الخير والشر من خلال شخصيات باتمان والجوكر الى اطروحه مختلفه تماما، وهي اطروحه مجتمعيه في الاساس، واللي بتعتمد على الصراع الطبقي ما بين الفقراء والمهمشين واللي بيمثلهم الجوكر، والاغنياء اللي بيمثلهم باتمان. فنقل الموضوع من صراع ما بين الخير والشر لصراع طبقي، وده حول شخصيه الجوكر من شخصيه شريره ممكن تشوفها وتكرهها بسبب شرها وجنونها الى شخصيه مريضه نفسيه مرت بظروف قاسيه في حياتها اجبرتها للتحول لشخصيه الجوكر. فبعد ما كنت كمشاهد بتكره شخصيه الجوكر لانه العدو الشرير لباتمان الطيب، بقيت وبقدره قادر بتحب الجوكر وتتعاطف معاه بسبب الظروف السيئه اللي مر بيها. وبعد ما كان الجوكر رمز للشر والاشرار ومحارب شرس ضد الاخيار والطيبين، بقى الجوكر رمز للفقراء والمهمشين في مواجهه الاغنياء المتسلطين. المقدمه الطويله دي كانت مقدمه تمهيديه هتاخدنا لتحليل الفيلم اللي انا بعتبره من اقوى الافلام النفسيه اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم الجوكر ليه ابعاد تانية كتير بعيده تماما عن طرح ماضي الجوكر، والابعاد دي من وجهه نظري بعتبرها اكثر اهميه من مناقشه ماضي الشخصيه، وده هيخلينا نقوم بتحليل الفيلم من خلال بعدين مختلفين، وهما بعد نفسي هنتكلم فيه عن شخصيه ارثر فليك وكيفيه تحولها للجوكر، وبعد اجتماعي هنتكلم فيه عن تحليل مجتمع جوثام سيتي واللي ليه تاثير كبير جدا على شخصيه الجوكر. وتحليلنا للفيلم من خلال البعدين اللي اتكلمنا عنهم ده هيخلينا نفهم ليه الفيلم اكتسب كل الشعبيه دي. وهنبدا في الاول بالبعد المجتمعي وتحليل مجتمع جوثام سيتي. جوثام سيتي هي مدينه على حافه الانهيار التام، وصناع الفيلم اكدوا على الفكره دي من اول مشهد، واللي اتكلموا فيه عن اضراب عمال النظافه، ده غير مشاهد انشار القمامه والفئران في شوارع جوثام سيتي، ومع مشاهد الفوضى المكتومه اللي حاول المخرج تود فيليبس انه يظهرها من خلال الكادرات اللي كان بياخدها. فالموضوع بعد كده تجاوز التلميح الى التصريح بشكل واضح، وده عن طريق ذكر انهيار مدينه جوثام سيتي اكثر من مره على لسان الشخصيات في الفيلم. I've been in this country for 50 years and I've never seen anything like it. Is it just me? Or is it getting crazier out there? People are upset. They're struggling, looking for work. These are tough times. All the crazy shit out there, they're animals. ولو اضفنا لده تركيز صوت فيليبس على مجموعه من الشخصيات المهمشه والضائعه في المدينه، فده هيوصلنا فكره كمشاهدين ان المدينه دي هي مدينه متداعيه الاركان، مليئه بالفقراء والمهمشين والضائعين، واللي كان ارثر فليك بطل الفيلم فرد منهم. مجتمع جوثام سيتي هو مجتمع طبقي في الاساس، وهنلاحظ النقطه دي من خلال كذا مشهد، اولهم لما تم تفسير واقعه مقتل الشبان الثلاثه على ايد ارثر، وتم التفسير ده على انه جريمه ضد الاغنياء، لم يتم التفسير على انها جريمه سرقه او جريمه عنف حتى. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. Someone who is envious of those more fortunate than themselves. فلما بتقوم بتقسيم المجتمع لفقراء واغنياء، فانت بتحط اول عمود لتاسيس مجتمع طبقي. العمود الثاني في تكوين المجتمع الطبقي هو تهميش الطبقه الاقل وهي طبقه الفقراء، وده هنشوفه على لسان عامله الخدمات الاجتماعيه اللي كانت بتتابع حاله ارثر، زي ما نشوف المشهد ده. The city has cut funding across the board. Social services is part of that. This is the last time we'll be meeting. They don't give a shit about people like you, Arthur. And they really don't give a shit about people like me either. الادهى من ده انك تحمل الفقراء نتيجه الاوضاع اللي هم فيها، زي ما نشوف على لسان توماس وين ممثل طبقه الاغنياء في الفيلم. And until those kind of people change for the better, those of us who have made something of our lives will always look at those who haven't as nothing but clowns. Well, what I will say is there's something wrong with those people. I am here to help them. فانت بكده قسمت المجتمع لفئتين، فقراء واغنياء، وبعد كده رفضت انك تدي الفقراء اقل حقوقهم، وبعد كده تنصلت من دورك كطبقه تملك المال والسلطه وحملت الفقراء نتيجه الاوضاع اللي هم عايشينها، ونتيجه الطبقيه المفرطه اللي موجوده في مجتمع جوثام سيتي، فنتج عنها مجتمع متهالك وعلى وشك الانهيار، مجتمع مليء بالفقراء والمهمشين والضائعين والمظلومين، واللي كان من ضمنهم ارثر فليك او الجوكر. فتود فيليبس من خلال كل عمله ده واللي اتكلمنا عنه خلاك كمشاهد مهيأ تماما للتعاطف مع اي شخصيه يقدمها لك، حتى من غير ما تعرف اي تفاصيل عنها. ولما تعرف تفاصيل الشخصيه فبكده تود فيليبس احتل عقلك تماما وقدر يوصل لك اللي هو عايزه. وده هياخدنا للبعد الثاني اللي هنقدر من خلاله ان نحلل فيلم الجوكر، والبعد ده هو البعد النفسي لشخصيه ارثر، واللي هنرسم من خلاله تحول شخصيه ارثر فليك لشخصيه الجوكر. ارثر فليك هو شخص بدون حاضر وبدون مستقبل، عايش مع والدته المريضه بالرغم من سنه الكبير، ملوش اي اصدقاء حقيقيين، ما يعرفش حتى مين ابوه، شغال في شغلانه تافهه مش بتدر عليه اي ربح حقيقي، وبعد كده اتطرد منها بسبب موقف حصل معاه. وفوق كل ده فهو مريض نفسي وعنده مرض بيخليه يضحك بشكل هستيري بغض النظر عن الحاله اللي بيمر بيها او الشعور اللي بيحس بيه. فارثر انسان مدمر تماما نفسيا، ده غير انه فرد مهمش عايش في مدينه قائمه في الاساس
على الطبقيه وتهميش واضطهاد الفقراء. لكن المشكله الاكبر ان ارثر كان بيتم اضطهاده من الفقراء والمهمشين اللي زيه، بالاضافه طبعا انه كان جزء من مجتمع جوثام سيتي اللي بيتم اضطهاده بشكل كامل، فبيتم اضطهاده من الناس اللي في الشارع ومن صحابه وكل المحيطين بيه. والغريب في شخصيه ارثر ان فيها كم من التناقضات الغريبه وكم من الضغوطات اللي صعب جدا ان حد يتحملها. فهتلاقي ان كم الضغوطات اللي كان بيتعرض ليها ارثر بشكل يومي كان ليها تاثير قوي جدا في تكوين شخصيته وتحوله بعد كده لشخصيه الجوكر. ارثر بالرغم من كم الحزن والوحده اللي جواه، لكنه كان شغال مهرج مهمته الاساسيه انه يضحك الناس. فهو بالرغم من حزنه مرغب انه يضحك ويرسم الضحك على وشه غصب عنه، زي ما نشوف في المشهد ده. Supposed to smell it, but I think to look at it, it's terrible. It's horrific. It's a mess. I've been in this country for 50 years and I've never seen anything like it. What does this world come to? Put them in a room, let them how long it takes. The idea of the National Guard rolling in and cleaning up is a good idea. ودود فيليبس استغل شخصيه المهرج في خلق حاله قويه من التناقض ما بين طبيعه المهرج الكوميديه وطبيعه ارثر فليك الحزينه والمليئه بالاحداث الكئيبه، وبين ده في كذا مشهد منهم المشهد اللي شفناه. واستغل النقطه دي في خلق بعد مهم جدا لشخصيه ارثر اضاف ليها عمق كبير. التناقض ما بين قطبي المشاعر البهجه والحزن اكد عليها تود فيليبس تاني لما خلى امه واللي عارفه حقيقه وضعه البائس انها تطلق عليه اسم هابي، وانها كانت دايما بتطلب منه انه يبتسم، وكانت دايما بتقول له ان ربنا خلقه علشان ينشر البهجه والضحك. تخيل ان واحد زي ارثر عاش طفوله مؤلمه وحياه بائسه، عايش في كذبه كبيره ووهم حطه تحت ضغط كبير وخلق عنده حاله من الازدواجيه في شخصيته. ارثر فليك كان محتاج حاجات بسيطه جدا ويبقى انسان طبيعي، وكان من الممكن انه لو حصل على الحاجات دي انه ما تحولش شخصيه الجوكر. ارثر كان كل اللي محتاجه بس بعض من الاهتمام والتقدير وبعض من مشاعر الحنان، طلب عادي جدا من حق اي حد انه يحصل عليه. وده يخلينا نلاحظ ان ارثر كان بيبقى اكثر هدوءا واكثر اتزانا لما كان بيشعر بعض الاهتمام حتى لو كان الاهتمام ده زائف. هنشوف ده في المشهد اللي كان بيلعب فيه الطفل، وهتشوف ازاي ملامحه كانت مستريحه وطبيعيه وبتضحك حتى من موقف بسيط. الموقف ده كان فيه بعض من الاهتمام البسيط اللي خلاه يحس انه موجود وعايش وحد شايفه. ارثر كان بيسعد وبيبقى مبسوط من مشاعر الاهتمام حتى لو كانت مشاعر الاهتمام دي في مواقف زائفه من صنع خياله، زي ما كان بيتخيل لقائه مع موري فرانكلين، وكان بيتخيل برضه علاقته مع البنت جارته. كل دي مواقف زائفه مجرد تخيلها خلى ارثر يشعر بالراحه وخلته يحس انه انسان. والمشاعر اللي حس بيها في المواقف الزائفه دي هي كانت انعكاس لرغباته الداخليه، لكن بالرغم من مطالب ارثر بسيطه لكنه ما قدرش انه يحصل عليها. وده اللي خلاه يطلبها بشكل مباشر في مشهدين اولهم لما كان مع عامله الخدمات الاجتماعيه واللي كانت مهمتها في الاساس انها تسمعه، زي ما هنشوف في المشهد ده. Until a little while ago, it was like nobody ever saw me. Even I didn't know if I really existed. They've cut our funding. We're closing down our offices next week. How am I supposed to get my medication now? Who do I talk to? وفي مشهده مع توماس وين لما كان فاكر انه ابوه، ولما عرف الحقيقه وصل انه يستجدي الاهتمام، زي ما هنشوف في المشهد ده. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. How about just a little bit of fucking decency? What is it with you people? الجميل في المشهد ده انه كان بيستجدي الاهتمام لنفسه وكان بيستجدي الاهتمام برضه للطبقه اللي بينتمي ليها، وكأن حل كل مشاكله وحل كل مشاكل جوثام سيتي هو بعض الاهتمام. ارثر ما كانش في نيته انه ينتهج سبيل العنف، ولما قتل ال3 شباب في المترو كان بدافع الدفاع عن النفس. فكل اللي اتكلمنا عليه ده هو مرحله ارثر فليك قبل التحول لشخصيه الجوكر. ونقطه التحول الرئيسيه في شخصيه ارثر هي لما عرف حقيقته، وعرف ان الست اللي قاعده معاه دي مش امه، وانه ابن متبني في الاساس، وان الست اللي عاش معاها طول عمره دي ست مريضه نفسيا، وانها السبب الرئيسي في كل اللي حصل ليه. ساعتها بس ارثر فهم الحقيقه، والاول مره ارثر يضحك ضحك منطقي وهادي ومفهوم، على عكس كل الضحك العصبي اللي كان بيضحكوا قبل كده، واللي كان بيبقى رد فعل للتوتر والقلق والحزن اللي جواه. بعد ما ارثر عرف الحقيقه بقى اكثر اتزانا وهدوءا، وهنلاحظ ده بوضوح في ملامح وشه وانفعالاته. ده حتى مرض الضحك اللي كان عنده هنلاقيه انه اختفى تماما، وكل ده لما عرف ان حياته مش حياه دراميه بل هي حياه مليئه بالكوميديا السوداء، زي ما نشوف المشهد ده. You know what really makes me laugh? I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a fucking comedy. نقطة التحول دي هي اللي حولت ارثر فليك للجوكر. ساعتها ارثر عرف حقيقة حياته وانه عايش في كذبة كبيرة، وساعتها قرر انه ينتقم من كل اللي اذوه، واولهم امه وصاحبه اللي كان السبب في انه يطرد من شغله. الغريب برضه بالرغم من كل اللي حصل ده وحتى بعد تحوله للجوكر، فهو لما يتحول للشخصية الكاملة للجوكر اللي كلنا نعرفها واللي بيتميز بالجنون ومعاداة المجتمع بالكامل. بالرغم من كل ده فارثر كان بيخطط انه ينتحر على الهواء كنوع من المحاولة لجذب الاهتمام، لكن سخرية موري منه
هي اللي كانت نقطه التحول الثانيه والاخيره في شخصيه ارثر فليك. ساعتها بس ارثر فهم انه مش محتاج انه يستجدي اهتمام المجتمع او المحيطين بيه، وفهم انه يقدر يجبر المجتمع انه يهتم بيه ويهتم بكل المهمشين اللي زيه، وفهم برضه ان اهتمامه مش هيكمل غير لما ينتقم المجتمع بالكامل اللي ظلمه. ولما نقارن ما بين مشاهد الرقص لشخصيتي ارثر فليك والجوكر هتلاحظ مدى التحول والاختلاف ما بين الشخصيتين. فهتلاقي ان في المشهد الاول كان ارثر بيرقص رقصه هاديه بحركات بطيئه وحزينه اقرب لرقصات الباليه، وفي المشهد الشهير الثاني لما كان الجوكر بيرقص على السلم هنلاقي انه كان بيرقص رقص عنيف ومجنون بدون اي قواعد، لكن كان رقص اكثر سعاده من قبل كده. نيجي بقى نقطه مهمه جدا، وهي ليه فيلم الجوكر كان اكثر نجاحا في البلاد خارج امريكا واوروبا، وليه الفيلم ده بالذات اثر فينا بشكل كبير. وده لسببين، اولهم ان جوثام سيتي فيها شبه كبير جدا من المدن اللي احنا عايشين فيها، المدن المليئه بالفوضى، المدن المليئه بالظلم، المدن المليئه بالضعفاء والمهمشين اللي مش بياخدوا حتى ابسط حقوقهم. والسبب الثاني والاهم ان كل واحد فينا لو ركز في شخصيه ارثر هيلاقي ان هو نفسه ارثر، هو ارثر اللي كل الدنيا دست على وشه، هو ارثر اللي شاف الاضطهاد وتم ظلمه بشكل او باخر، هو ارثر اللي عايش في فقاعه بعيد عن اي مشاعر من الاهتمام او التواصل مع الاخر. لو بصيت لنفسك هتلاقي انك زيك زي ارثر بتدور على بعض الاهتمام وبتوصل في بعض الاحيان انك بتستخدم من المحيطين بيك. ارثر فليك هو كل واحد عايش في مجتمع بيظلمه وبيضطهده، كلنا ارثر فليك، لكن للاسف مش كلنا الجوكر. وبس كده، سلام.